ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد. والنهارده انا معايا باترون جديد مختلف على النت، طبعته على الاي 4. ده شكل المحفظه، فيها كراتة وفي مكان للكوينز ومكان للفلوس. ده هيبقى مقاس المحفظه، ودي اماكن الكروت، وده الجزء الداخلي، وده مكان اللي هو الجيب بتاع الكوينز. اشتغل مع بعض الموديل الجديد ده. لو عايزين تحبوا تشوفوا موديلات اكتر هسيبها لكم في الديسكريبشن. ده تقريبا رابع موديل محفظه نعملها. بما ان الورق A4 خفيف قوي فمش هيعيش معانا، فلازم نجيب كانسون تقيل مثلا 250 300 جرام، نلزق عليه الباترون ونبتدي نقصه عشان الباترون يعيش معانا مدة اطول. اوكي، او ممكن كرتون، ممكن ورق كانسون تخين، ممكن اي حاجة تخينة بحيث ان هي تحافظ على اللون لفترة طويلة. تمام، بدل ما كل شوية نطبع يعني الورق. اوكي، فهلزقهم واقصهم وارجع له تاني. ولو عندكم موديلات حابين ننفذها سوا ابعتوها لي على البيج، هتلاقوا البيج تحت. وبس كده، ومن غير كلام كتير يلا بينا بقى نبتدي الفيديو. لزقت الباترون على الورق واهو قصيته. ده هيتقص حور اللي هو الجيوب الداخلية، وده هيتقص بقري بقى، كواري، لباني، بولب، اي حاجة. انا هقصه بقري طبعا تمساح. الحته دي شكلها هتيجي على مقاسها بالظبط. نايس. هنقص بقى الجلد، هصبغ دول بقى ونشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. دلوقتي انا صبغتهم خرمتهم، يعني هنا كده مثلا خدت نقطة البداية ونقطة النهاية، نقطة البداية ونقطة النهاية، نقطة البداية ونقطة النهاية، وقمت حطها كده وعاملة بالقلم ومحددة الاماكن، وقمت ايه مخرمة. عملت كده في كله، وهنا عملت الكراتة اهي. طبعا شرحناها كذا فيديو قبل كده، وعملنا لها اصلا فيديو منفصل هحطه لكم تحت في الديسكريبشن. هنبتدي نلزق. هنعمل دي كده، نخيطها كبسونة عشان نحط الماجنتيك، ودي اللي هو الجيل الصغير برضو هنحط الماجنتيك. ماشي، والمفروض بقى هنركبهم في دي. طبعا كل الخطوات اللي انا قلتها دي سهلة، هي خطوة التركيب دي اللي هتبقى ايه سخيفة شوية. فانا هروح عشان الفيديو طبعا مبقاش طويل. طبعا احنا عملنا فيديوهات كتير عن كده، فاللي عايز حاجة يرجع للفيديو اللي قبل كده. وايه، وفي التقفيل بقى الاخراني هرجع لكم نشوف الحاجات المختلفة هنركبها ازاي. هجيلكوا بقى كمان شوية. ماشي، بصوا كده انا عملت دي كده وركبت هنا الماجنتيك. تمام، هنا بقى في دول كده هنخيط دي هنا كده، خيطها وارجع لكم. خيطتها، هنثبت بقى دي هنا كده، نثبت. بصوا دي في دي في دي، والناحية التانية. ماشي، هخيطهم وارجع لكم تاني. هنثبتهم عادي بالغرزة اللي هي العادية. ماشي، اللي هي غرزة المكنة العادية. ثبتهم، هنخيط الثلاث طبقات دول كده في بعض وارجع لكم تاني. خيطتهم اهو، ادي اهو هنا كده واهو هنا كده. هنقوم تانيين بقى دول كده. ماشي، وهنخيط دي كده، وهنخيط دي الناحية التانية كده. هخيطها وارجع لكم. ماشي، عشان نحدد مكان الكبسون. خيطتها اهو، بصوا نحدد مكان الكبسونة كده. ندوس جامد كده. حلوة. ماشي، هننضف بقى الحاجات دي كلها، وبعد كده نخيط دي كده هنا. وبعد ما نخيطها ايه، هيجي دور برضو ان احنا نحدد مكان الكبسونة، ونبقى كده ايه خلصنا المحفظة. هخيطها وارجع لكم اوريها لكم بعد ما خلصت. وده شكلها بعد ما خلص. يا رب تكونوا عجبتكم وتكونوا استفدتوا منه. هحط لكم لينك الباترون تحت في الديسكريبشن، وقولوا لي ايه رايكم، واكتبوا لي تحبوا نعمل ايه تاني. لو عندكم اي موديل ابعتوه لي على الصفحه وننفذه سوا. بس اشوفكم في فيديو جديد. سلام.